السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل فلفل مصري. طبعا انا حاطه رز على النار والمكرونه بتتسلق وحاطه هنا الحمص بيتسلق برضو. سلقت العدس بجبه وتعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا يا حلوين حطينا من الصلصه اللي احنا كنا عاملينها، فاكرينها ولا لا؟ كنا عاملينها هنا، فايه بصراحه بتريح كتير لما تبقى الحاجه جاهزه جنبك كده. طبعا هنحط شويه ملح وفلفل وكمون وارجع لكم تاني. شايفين جمال الرز؟ هنعمل بقى البصل ده نقطعه شرايح كده ونحاول ان هي تكون خفيفه علشان ايه نحمرها ونحطها على الوش كده بتاع الكشري. هقطع الكميه كلها وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى ايه هنعمل الدقه. نحط له شويه زيت كده ودقينا كام فص ثوم وعلى العين التانية هنحط الطاسة فيها شوية زيت عشان نحط فيها البصل. بعد ما حطيت عليها شوية فلفل وملح وقلبتهم مع بعض هحطهم في طاسة على الزيت عشان يستووا على ما اخلط الدقة. وهجيب الخل واحطه كده نص كوبايه او كوبايه الا ربع، تقريبا نص كوبايه. وهحط كمان كوبايه ميه واحط شويه كمون واسيبهم يغلوا مع بعض. كمان هحط شويه شطه صغيرين وهسيب كل ده يغلي على بعض كده يبقى عملنا الدقه. وده البصل على النار هسيبه لغايه ما يتحمر وبعد كده هوريهولكم. دلوقتي عملنا المكرونه سلقناها وعملنا الصلصه زي ما شفتوا وعملنا العدس بجبه برضو سلقناه والحمص سلقناه برضو. ودي الدقه اللي عملناها مع بعض ودي حله الرز المعتبره. فهوريكم بقى ايه هعمل طبق واوريهولكم كده في الاخر. وحضرت الطبق لقيات كده عشان تشوفوا شكله في الاخر. ونسيت اقول لكم على البصل حطيناه في الوش اهو. وبألف هنا وشفا وجربوه مش هتندموا. الى اللقاء في فيديو اخر.